السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم. إذا كنتم مهتمين بآخر تطورات الأشغال في الملاعب المغربية فأنتم في المكان الصحيح. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وترك إعجاب على الفيديو كي يصل لأكبر عدد من المتابعين. يلا نبدأ. ملعب طنجة الكبير يتحول هذه الأيام إلى ورشة مفتوحة على كل الاحتمالات، حيث تتسارع وتيرة الأشغال بشكل غير مسبوق ليكون في الموعد مع كبرى الاستحقاقات القارية والعالمية، وفي مقدمتها كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. في قلب الورشات الجارية تبرز عملية تركيب هيكل السقف العملاق كأهم الأشغال في الوقت الراهن، حيث يتم تثبيت الكابلات الفولاذية التي ستحمل الغطاء العلوي للملعب، وهي عملية دقيقة تعتمد على تقنية هندسية متطورة لضمان المتانة والتوازن، وتشمل رفع دعائم فولاذية ضخمة وتركيب شبكة دائرية محكمة الإغلاق تتناسق مع شكل المدارج وتغطي أكبر قدر من المساحة، بينما تتكامل هذه العملية مع صباغة المدرجات التي انطلقت منذ أسابيع، حيث يتم اعتماد لون رمادي أنيق يعطي المدرجات طابعا عصريا وموحدا. وتأتي هذه الأشغال متزامنة مع أشغال توسعة المقاعد، حيث تم إضافة طابق جديد أسفل المدارج لرفع الطاقة الاستيعابية من 60,000 إلى أزيد من 75,000 متفرج، وهو رقم يجعل من ملعب طنجة واحدا من أكبر الملاعب في إفريقيا. ومن جهة أخرى تستمر أشغال تغليف الواجهة الغربية للملعب، حيث يتم تركيب ألواح معدنية وزجاجية بتقنية حديثة تضمن العزل الحراري والحماية من الرياح والرطوبة، فيما تتواصل عملية تحسين أرضية الملعب بشكل داخلي عبر وضع كابلات داعمة تحت التربة وتهيئة نظام تصريف حديث يتماشى مع المعايير الدولية لحماية العشب من التشبع بالمياه. أما خارج الملعب فالأشغال لا تقل زخما، إذ انطلقت عمليات إعادة تأهيل الطرق المحيطة بتوسعة الممرات وإنشاء مسالك خاصة بالمشاة ومواقف السيارات، مع تجهيز المحيط بحواجز حماية ولوحات إرشادية جديدة. وكل هذه التحسينات تهدف لتسهيل دخول وخروج الجماهير يوم المباريات. وفي قلب الملعب يتم تجهيز ممرات اللاعبين بمساحات مكسوة بالعشب الصناعي الفاخر، مع تطعيم الممرات بالإضاءة الأرضية ونظام تهوية متكامل، بينما شارفت غرف تبديل الملابس ومستودعات الحكام على الاكتمال، حيث جرى تجهيزها بأنظمة تحكم ذكية في الإضاءة والتكييف مع أثاث رياضي مريح ومعقم. وعلى مستوى البنيات التحتية الداعمة يبرز مركز الطب الرياضي الذي يضم مصحة صغيرة ميدانية وغرف علاج فيزيائي وأجهزة مراقبة القلب والتنفس، إضافة إلى صالة حديثة للياقة البدنية مزودة بأحدث ما توفره التكنولوجيا الرياضية العالمية. أما من حيث الجانب الإعلامي فقد تم تجهيز قاعات للبث المباشر ومراكز صحفية متكاملة مجهزة بإنترنت عالي السرعة وأنظمة صوت وصورة متصلة بالأقمار الصناعية، وهي خطوة ستضمن تغطية احترافية للأحداث الرياضية الدولية دون إغفال المساحات الخاصة بالجماهير كالمطاعم والمقاهي ونقاط البيع التي تشهد هي الأخرى تجديدا شاملا لتقديم تجربة متكاملة للمشجعين. المرحلة الصيانة أو التجديد بل يعيش إعادة ولادة حقيقية، مشروع استراتيجي يعكس طموح المغرب في تنظيم محطات رياضية استثنائية بمواصفات عالمية. وكل المؤشرات تؤكد أن نهاية الأشغال باتت قريبة ليقف هذا الصرح شامخا وواعدا بمستقبل رياضي يليق بمكانة طنجة والمغرب ككل في الساحة الدولية. أشغال ملعب طنجة الكبير تتواصل بخطى ثابتة رغم بعض البطء الذي شهدته في المراحل السابقة، إلا أن الوتيرة بدأت تتسارع بشكل واضح خلال الأيام الأخيرة، مع تقدم ملموس في تركيب السقف، تغليف الواجهة، وتجهيز المرافق الداخلية والخارجية. في الختام أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لكل المتابعين والمشاهدين الكرام على وقتكم الثمين وعلى دعمكم المتواصل الذي نعتز به ونحترمه كثيرا. حضوركم وتشجيعكم هو مصدر فخر لنا ويدفعنا للاستمرار في تقديم الأفضل دائما. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وترك إعجاب وتعليق يعكس رأيكم ويسعدنا قراءته. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو جديد قريبا إن شاء الله.
مرحبا بكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.